بصوا يا جماعة، دلوقتي هنحضر الشربات. أنا مش عايزاها طبعا شربات تقيل، فأنا عملت 4 كوبايات سكر على 6 كوبايات مية. و ويا جماعة، واللي هيفيد يعني مش هيخسر، هشيل البرطمان واحطه في التلاجة واستخدمه ساعة اللزوم. فأنا دلوقتي بحضره، وأول ما هيجي يغلي هحط عليه نص ليمونة أو ليمونة إلا ربع كده، على حسب. لو ما فيهاش ميه قوي يبقى ليمونه، يعني من نص ليمونه لليمونه. وهسيبه يغلي حوالي 10 دقايق. بعد اول ما يغلي نسيبه 10 دقايق، وبعد كده نضيف عليه النار. بس كده. بصوا يا جماعه، دلوقتي احنا هنحضر الكنافه. دي حوالي نص كيلو وشويه، عشان كان عندي كميه كبيره فانا كنت شايله. فانا خدت منها حوالي نصها، يعني نص كيلو وشويه كده. قطعتها حتت صغيره. هما في ناس بيحطوها في الفريزر وبعد كده بتيجي يعني ساعتين او اكتر، وبتيجي بحس يفتفتوها تبقى سهله معاهم. انا جايباها طازه، فما كانش عندي وقت ان انا احطها كمان في الفريزر. يعني انا جايباها طازه وكده، وعملتها كذا نوع، فانا حبيت اوريها لكم طريقه بالمارك. ودي جميلة جدا 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 وهتعجبكم قوي قوي قوي. احنا دلوقتي هنحط عليها السمنة. دلوقتي يا جماعة، انا عشان بختصر الفيديو ما اطولش عليكم، انا حطيت السمنة على الكنافة، وبايديكم كده زي الشاطرين تقعدوا بقى زي يقولوا ايه، تبسوا كده فيها وتدخلوا السمنة فيها كلها، بحيث تبقى كل الكنافة فيها سمنة. يعني عشان الإضاءة ضاربة عليها، مش ضاربة فلاش وكده أبيض، فمش باينة، بس هي كده السمنة الكنافة شربتها كلها. وبعد كده هنعمل الخطوة اللي جاية. بصوا بصوا يا جماعة، هو دلوقتي احنا خلاص السمنة اهي دخلت كويس قوي في الكنافة. وعندي الحشو دلوقتي انا هعمل جوز هند عليه سكر وعين جمل. عندكم السوداني حطوا، عندكم زبيب حطوا، عندكم اي حاجة عايزين تعملوها سادة هي جميلة لوحدها. دلوقتي هنحط الكنافة في مج او فنجان من اللي انتوا عايزينه. هنحط هنا في القاع بالمنظر ده. نضغط كويس ونحط عين الجمل دلوقتي اهو. ونحط جوز هند. ونحط طبقة تانية من على الوش ونكبسها كده جامد. نضغط عليها جامد قوي. حجمها كده هتطلع حلوة معقولة. اهو. اهي هتطلع الحجم ده. عايزين تطحنوا وتكبروا ماشي تمام، نطحنوه تاني، مش هنخسر يا جماعة حاجة. اهو. انا عن نفسي مش بحب الحاجة التخينة. اهو. وهنيجي نحطها في الصينية. نعمل تاني واحدة زيادة، دي نشيلها. نعمل كمان تاني واحدة قدامكم. تاني اهو. وبعد كده معلش يا جماعة لو في صوت تاني ظاهر، هم مولعين النت جوه في الشقة، فممكن تلاقوا صوت تاني بقى. هنا هنحط عين جمل تاني اهو. وبعد كده جوز هند. بعد كده هنحط طبقة تانية ونضغط كويس اوي علشان ما تبقاش تفك منه بالمنظر ده. بصوا يا جماعة، ده انا وريت لكم مرتين اهو، وانتوا هكمل بقية الصينية. بصوا يا جماعة، انا خلصتها دلوقتي زي ما انتوا شايفين. انا يا جماعة، ولغاية انتوا بتعملوها تقصوها كويس قوي عشان ما تفكش منكم. دلوقتي انا خلصتها هدخلها الفرن، واول ما هتطلع هوريها لكم. وفي ناس بيدخلوها الفرن وبيطلعوها، في ناس عشان تاخد لون كمان من الوش ان هي يولعوا عليها الشوايه، بس تبقوا واقفين جنبها علشان
هتحمر بسرعة، فعايزين يدوها لون من فوق ومن تحت، فبيولعوا شوية حاجة بسيطة كده وبيطفوا، وبراحتكم شوفوا انتوا عايزينها ايه. بصوا يا جماعة، هي لسه طالعة حالا من الفرن. فدلوقتي هسقيها بالشربات. سامعين حتى صوتها؟ اسقوا ولا يهمكم. انا واحدة واحدة كده هسقيها بالشربات، ونرجع تاني نسقيها علشان تطرى خالص. وانا على فكرة انا كنت مولعة عليها الشواية من فوق وفضلت جنبها عشان تديها اللون الاصفر الذهبي ده. بصوا يا جماعة، انا كده سقيتها كلها بالشربات مرة واتنين لغاية ما حسيت ان هي اضغط عليها كده بقت طرية. لو حسيتوا انها ناشفة حطوا طبقة تانية. وبعد كده هسيبها في صينية لغاية ما تشرب شرباتها كويس قوي، وبعد كده هنقلها في طبق التقديم. في ناس هيقولوا لي يا روشا انتي بتقولي بلاش السكريات ومش يا جماعة، احنا في رمضان كل سنة وانتم طيبين، قليل من البر ولا الحرمان. يعني ناخد حاجات قليلة كده بدل ما نحرم نفسنا. يلا يا جماعة، هوريها لكم بعد ما تبرد ونقدمها في طبق التقديم. بصوا يا جماعة، انا مش هقدمها كده، انا هقدمها عارفين الورق اللي هو اللي بيبقى بتاع الكب كيك. انا هجيبه واحطه فيها تتقدم بشكل حلو، وهوريها لكم لما تتقدم. وهي دي بمنظرها النهاية، قدمناها في الورق شكلها جميل قوي، ولا احلى من بتاعة المحلات. حلويات المحلات ايه، احنا اشطر من بتوع المحلات. اهي بالمنظر ورشين على وشها. عندك شوكليت، اوكي. عندك شوكليت شيبس، يا سلام. عندك جوز هند، جميل. ما عندكش حاجة، هي محلية نفسها بنفسها. ادي اكلتنا النهاردة، الكنافة المر بالطريقة التركية، سهلة جدا 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 وجميلة قوي 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 قوي، وبألف هنا وشفا عليكم يا اغلى ناس في حياتي.